لو محتاج شريحة حالا وعاوز تستخدمها خلال ثانية واحدة تفعلها كمان خلال ثانية واحدة، تقدر تعمل ده كله من خلال تطبيق ماي اس تي سي. ازاي نعرف نطلب شريحة مدمجة من تطبيق ماي اس تي سي او شريحة الكترونية؟ بندخل على تطبيق ماي اس تي سي، بعد كده بنقوم بالضغط على متجر ماي اس تي سي، بعد كده بنقوم باختيار في المنتصف شريحة جوال وانترنت اللي هي باللون الاخضر. عدة شرائح بنختار شريحة مسبقة الدفع، بعد كده بنضغط على حاجة اسمها تأسيس شريحة مدمجة اي سيم كارد، بعد كده بنختار نوع الباقة اللي احنا عاوزين نشغلها. دي جميع الباقات اللي موجودة، في عندك باقات رخيصة، باقات أعلى شوية، هتشوف الباقة اللي تناسبك وتختارها بالشكل ده. بعد كده بيقولك هنا إن السعر الشريحة قد إيه بالتجديد، هنقول تمام اختار هذه الباقة. ده بيحولنا على اختيار رقم الجوال، هتختار رقم الجوال، الرقم عادي زي ما انتوا شايفين، هتختار نوع الرقم اللي انت عاوزه. بعد كده بيقولك ايه هو نوع الهوية. عندك عدة اختيارات: هوية وطنية، هوية مقيم، هوية رقم حدود، هوية خليجية، هوية زائر، هوية إقامة مؤقتة. مثلا بتختار هوية وطنية، بتبدأ في كتابة رقم الهوية هنا وتضغط على استمرار. بعد كده بيظهر لك هنا قيمة الشريحة هتدفعها، المبلغ هتدفعه قد ايه. وبعد كده بيقول لك هنا اوافق على الشروط والاحكام. عليك طبعا انك تختار اوافق على الشروط والاحكام. بيقول لك هنا تأكيد الرجاء تجهيز اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك في موقع ابشر وادخله في الخطوة التالية للحصول على رمز التوثيق واتمام الطلب. سيكون لديك 10 دقائق فقط لاكمال عملية التوثيق مع ابشر. يبقى لازم ان انت خلال 10 دقايق تعمل عملية التوثيق من خلال منصة ابشر. كده عليك انك تكتب هنا اسم المستخدم، الهوية الوطنية وكلمة المرور، وتضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني. بعد كده بيظهر لك هنا طرق دفع متعددة زي الفيزا او الماستر كارد، او حتى لو انت عاوز تدخل عن طريق ابل باي وتختار طريقة الدفع وتدفع المبلغ اللي موجود عندك. مجرد ما انت بتدفع بيظهر لك هنا your SIM card have been issued successful، يعني السيم كارد بتاعتك خلاص بقت جاهزة دلوقتي. وده الباركود بتاع السيم كارد. الافضل ان انت تاخد سكرين شوت للباركود ده، احتمال تحتاجه بعد كده، بحيث ان يكون طبعا هو ده المعرف لشريحتك الالكترونية الاي سيم كارد. بعد كده بتضغط على كونتينيو. كده بيدخلك في مرحلة تفعيل الشريحة المدمجة. بيقول لك هنا طبعا ان عملية الداتا بتكون من خلال السيم كارد ويتم تفعيل الشريحة على هاتفك. فانت بتضغط على كونتينيو. هنا عدة اختيارات اللي هو هل الشريحة انت عايز شريحة اساسية او شريحة غير اساسية. طبعا بريمري يعني اساسية، سيكندري يعني الشريحة ثانوية او غير اساسية. فانت هتختار مثلا شريحة بريمري، وعندك هنا موبايل داتا وتضغط على كونتينيو. كده بيقول لك هنا الخط المستخدم هل طبعا هيكون هو الخاص بالرسائل، هتقول اوكي. طبعا هتختار هنا سيكندري، هتسيب بيزنس، يعني انت هتختار هنا اختيار اللي هو السكندري، وبعد كده تختار على كونتينيو. برضه هنا بالنسبه للاي مسج والفيس تايم هيكون من خلال سكندري، هتختار سكندري وبعد كده تختار كونتينيو. اخر مرحله، وهو طبعا بيقول لك هنا ان بالنسبه برضه للخط هنا هتختار سكندري، وبعد كده هتسيب دي زي ما هي وتضغط على كونتينيو. وخلاص كده الشريحه بتاعتك خلاص اتفعلت وتقدر تستخدمها. عشان تتاكد ان الشريحه تمام اشتغلت على الهاتف، بتدخل على الجهاز بتاعك، بعد كده بتقوم بالضغط على السيلولار أو الخلوي وإدارة البيانات، وهتلاقي الشريحة موجودة ضمن الشريحة المدمجة للهاتف الخاص فيك. طبعا في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدعمنا باللايك، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.